ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض احلى مكرونه بالبسطرمه بطريقه سهله ولذيذه وهتعجبكم قوي، وهتنفع معاكي لعشاء او لغدا. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، ويلا نبدا. في طاسة على النار فيها معلقتين زبدة ومعلقتين زيت، هننزل بقى بالبسطرمة، هنقلبها تقلبتين كده على النار لحد ما لونها يتغير، وبعدين هضيف لها فلفل أخضر وزيتون أخضر. نقلبهم برضو دقيقتين كده مع البسطرمة، وبعدين هنضيف 4 مثلثات جبنة كريمي وكوبايتين لبن. هنقلب كويس لحد الجبنة ما تدوب كده، ونتبل بنص معلقة فلفل أسود ونص معلقة زعتر ورشة ملح خفيفة، لأن طبعا احنا حاطين بسطرمة وزيتون. سلقت كيس مكرونة بس مش سوا كامل، يعني 3/4 سوا كده. وبعدين ضفته بقى للصوص بتاعنا ده، وقلبته كده دقيقتين وغطيته وسبته على نار هادية لحد المكرونة ما تكمل سواها في الصوص بتاعنا. غطيتها بقى كده وسبتها دقيقتين زي ما بقولك. بعد كده لقيتها بقى اهي استوت واتشربت الصوص. بدأت بقى احطها في صينية علشان ندخلها الفرن. هي طبعا خلاص سواها كامل دلوقتي، بس هتاخد بس لون كده. حطيت شوية جبنة موتزاريلا على شيدر، ولو تحبي تغيري نوع الجبنة براحتك. ودخلناها الشواية 5 دقايق بس، في الشواية الجبنة ساحت واخدت اللون الذهبي الجميل ده. وبعدين تقدميها بقى بألف هنا وهي سخنة كده. ولو عجبتك المكرونة بتاعتي النهاردة اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وبألف هنا، وباي باي.